نفسي أحلم، نفسي أنام، نفسي أتكلم، أصرخ وأقول بس يا خسارة، أصل العبارة ممنوع الكلام، ممنوع الكلام، ممنوع الكلام. نفسي أشيل عن الغلابة، عن الغلابة، عن أمي همام، ممنوع الكلام. الديك صاح على الصباح فنامي كي تستريح صياطهم وحطامي. من أين يأتي الشوق يا محبوبتي؟ هل تمطر الدنيا بغير غمام؟ هذه البلاد على اتساع قبورها لم تتسع يوما لعش غرامي. مدن الحكايا لم تكن ليلاتها شعرا وجارية وكأس مدام. كانت كما شاء الطغاة مضاءة بالصبر والأحزان والآلام. مدن الحكايا الألف كانت دائما نار الشعوب وجنة الحكام. ما مر طاغية أمام حديقة إلا ومات الورد في الأكمام. لم يبتسم يوما أمام كلابه إلا وسالت دمعة الأيتام. مأساتنا عشق الطغاة كأننا لم ننس بعد عبادة الأصنام. حرس الخليفة يخفرون منامنا ويفتشون حقائب الأحلام. متنا سكوتا فالكلام مشانق والسم في الأوراق والأقلام. ممنوع الكلام. كنت مسرورة أني والحمد لله ولدت في عائلة كانت خارجة عن المألوف فعلا. لأني نتذكر أنه حتى جدي الله يرحمه الآن كان مشى عمل تربص في سويسرا. نتذكر قضى 3 سنوات في سويسرا، غيرت حياته وشاف نمط آخر من التعايش وخذا أجمل ما موجود في الحضارة الغربية بالتمسك بالأصالة وبالهوية. ونتذكر كان رجع من سويسرا بحقيبة حمراء، والحقيبة كان فيها أيضا الكثير من ما نسميه لو سافوار فيفر، القدرة على العيش اللي المتمدن المتحضر اللي احنا يمكن كنا في بعض الأحيان ناقصين فيه. وكان جاب حقيبة حمراء هداها للوالدة متاعي، كانت حضرت فيها جهاز العروس قبل أن تتزوج. والحقيبة الحمراء هذه تزوجت أمي وكان فيها جهازها، ثم لما كانت حامل بيا حطت فيها ملازم المولود الجديد هذايا. وكانت حكيت لي اللي أهل العائلة كانوا قالوا لها أنت بديتي وحطيتي لها حوايجها في حقيبة، وبالتالي هذه الطفلة ستسافر كثيرا ولعلها تسافر طويلا، كثيرا الكم وطويلا في الزمن. فكانت أمي تقول لي دائما كله من الحقيبة الحمراء. قالت لي الحقيبة الحمراء ربما هي اللي خلتني ولدت وفي قدري يمكن، والقدر قبل أن أولد كان ينتظر السفر وينتظر الرحلة، لأن معنى الحقيبة هي معنى السفر ومعنى الرحلة وشد الرحال. والسفر هذا اللي رافقني كان سفر، وكل سفرة تجربة في حد ذاتها، لأنه من القرية للمدينة للعواصم الأوروبية، فهالنقلة هذه تخليك تشوف أنماط حياة وأنماط عيش وأنماط بكل المعاني، يعني الحياة السياسية والاجتماعية والعائلية والثقافية. تخلي هالمزيج هذايا يخليك تحب تاخذ من كل حاجة بطرف، وتحب تاخذ نموذج يلاقح بين كل هذه الفروق وبين ما هو ثراء في كل المناطق هذه بأبعادها الحضارية والجغرافية. إذن كما قلت أنا كان والدي رجل تعليم وولدت في مدرسة،
ولذلك ربما حب العلم وحب التعلم كان جاء من والدي اللي كان في بدايته كان مدرس. ووالدتي كانت في ذلك الزمن سابقة وقتها بكثير باعتبارها كانت متحررة. ونتذكر والدي في الجنوب كان أول من اقتنى الدراجة النارية، كانت الدراجة النارية بمثابة الآن أفخم أنواع السيارات، وكان أول وهو فخور بها وهو شاب لا يتجاوز 20 كان ركب الوالدة وراه، وكما نقولوا طار بها في كل أزقة وشوارع الجنوب التونسي. وكان أمي شعرها طويل يهز فيه الريح، والناس الكل يشوفوا هالصورة هذه، هالرجل اللي مركب زوجته في دراجة نارية ويجوب بها الشوارع، وقت اللي المرأة كانت في الوقت هذاك لا تكاد تغادر بيتها إلا بإذن زوجها وأبيها، وإلا في الليل خفية، وكانت ما تمشي إلا للحمام ليلا وإلا للعرس، أو إذا كان فما مأتم تحضر فيه باش تعزي أهل العائلة. ما كانش المرأة حضورها في الفضاء العام موجود. لكن والدي كان في ذلك العصر متحدي التقاليد اللي كانت موجودة، وكان معتز بأنه يعني يفاخر بهذه الزوجة ويتجول بها وهي على دراجة نارية وشعرها يهز فيه الريح. الولادة كانت في قفصة، وقفصة كانت هي فقط مسقط رأسي وما قضيتش فيها وقت كثير. ولكن كل مكان ينسب إلى أهل قفصة من النضال ومن الشدة في الحق ومن أنهم ناس صعاب كنت نحس روحي فيه، نقول أنا شيئا مني شيئا ما بحكم مسقط رأسي قفصة يظهر لي خذيت منهم الكثير، وأنا متشبعة بروح القفاصة وبما عندهم من بالفعل من ثورية وما عندهم من حب للنضال وكلمة الحق يقولوها. فأرى نفسي في أكثر من وجه قفصية حرة. ثم انتقلت إلى العاصمة كنت درست فيها في البداية في روضة أطفال، وكانت روضة الأطفال هذه كيف في ذلك العهد كانت قليل شكون يحطوا صغارهم في رياض الأطفال، خاصة أنه أمي ما كانتش تعمل في ذلك الوقت، ولكن كانت تحب بحكم زاد والدي كان رجل تعليم، كانوا يحبونا منذ الطفولة المبكرة نكونوا في الحياة الاجتماعية ونتربوا عند مربين. فكنت دخلت رياض الأطفال وأنا صغيرة، وكيف والدي كان أخوتي مقيدهم أيضا في كرة الأطفال وفي المعهد العالي للموسيقى، وكنا كل ما هو نشاط ثقافي نحضروا له. وفي نفس الوقت اللي كنا نتعلموا الموسيقى، في نفس الوقت اللي كنا في كرة الأطفال نادي الثقافي الجرجاني اللي عدينا فيه سنوات واحنا بين المسرح والموسيقى والغناء. بالطبع الجرجاني اللي تعلمت فيه الثقافة وغناء ضمن كرة الأطفال يفكرني في كثير من المرات اللي أخذت فيه وأنا طالبة باش للتحقيق ولا الضرب ولا للردع على الممارسات اللي هي كانت وقتها غير مقبولة تماما، اللي هي الوقوف في الوقفات الاحتجاجية وفي المسيرات وفي نجوم. وبالتالي كما قلت مع الموسيقى كان فيه أيضا تحفيظ القرآن، فكنا نرتاد جامع الزيتونة في حلقات حفظ القرآن، وهذا في الصغر. وكنا نرافق الوالد في وقتها، كانت فما صحوة إسلامية وكانت كل المساجد ناشطة بالدروس في الدين في تعليم القرآن، وكان الوالد يمشي وكان يهزنا معاه واحنا صغار، هذا الكل واحنا كنا في السن الابتدائي. في بداية التعليم الثانوي كانوا جاوا عملوا اختبار في النادي الثقافي هذايا باش ياخذوا مجموعة من الأطفال اللي لتقديم برامج أسبوعي للأطفال، وكان تم اختياري لتقديم هذا البرنامج. هذا البرنامج كان اسمه حوار للصغار، كان فيه الله يرحمه سي البشير الغزالي، كمال الماجري، محمد سلام. كانت المجموعة هذه هي مشرفة على مجموعة الأطفال اللي قدموا هذا البرنامج، ومدة سنتين تقريبا في الإذاعة الوطنية كنت نقدم برنامج حوار للصغار. كانت عندي ذكريات طيبة لأنه التعامل مع المسدح وتقديم البرنامج والمشاركة مدة تقريب ساعة في برنامج تنشيطي للأطفال كانت عندي أول تجربة مع الإعلام، وأنا في المرحلة الأولى سنة أولى ثانوي وثانية ثانوي، وأنا كنت في تونس وقتها. انتقلت من مدرسة الابتدائية 3 أوت اللي هي عزيزة عليا برشا، واللي هي خذيت فيها السيزيام اللي كان مناظرة وقتها خذيتها بامتياز، وانتقلت إلى مدرسة بن عبد الله الثانوية باش مارست فيها الجزء الأول من تعليمي الثانوي قبل الانتقال إلى توزر.
ونتذكر اللي وقت اللي كنت في المراحل النهائية للابتدائي وفي المرحلة الأولى للتعليم الثانوي، نتذكر كنت دائما عندي شغف بتنظيم التلامذة في حلقات نقاش، في أنشطة فكرية. كنت نشجعهم على ارتياد، نستقطب فيهم للكرة الأطفال ونادي ثقافي، نستقطب فيهم للحلقة هذه لتحفيظ القرآن الكريم في جامع الزيتونة. فكان دائما نحس روحي مسؤولة على نشر ثقافة وعلى نشر الحركية داخل العمل التلمذي حتى في نهاية التعليم الابتدائي. حقيقة الأيام اللي عشناها في المدينة العربي في تونس، دارنا بيتنا كان موجود في المدينة العربي، هو بيت متواضع ولكن جميل جدا من الداخل. أنا كنت الكبيرة في أخوتي، وهذا كان كيف يجعلني في موقع المسؤولة في وقت تغيب شوية الوالدة، وقت نحس روحي أنا اللي نعوضها، نحس روحي اللي أنا الأم، باعتبار أنه بيني وبين الأخ الثاني سنتين، وبين الثاني والثالث سنتين، وأختي الأخيرة بيناتنا 9 سنوات. وبالتالي كنت نحس روحي كبيرة العائلة في الأطفال، ومسؤولة أيضا على الأطفال، على أخوتي. هذا البيت كانت فيه ذكريات حقيقة جميلة جدا. أولا احنا كنا أسرة ماديا متوسطة ولا أقل من المتوسطة في ذلك الوقت. الأب كان موظف، انتقل من مدرس إلى كان عدى مناظرة في السلك الأمني ونجح ودخل دخل للسلك الأمن. الوالدة كانت امرأة ناشطة جدا وشغوفة جدا بأنها تنجحنا وتوصلنا ككل أمهات تونس اللي ما نجحوش فيه، يحبوا يشوفوا النجاح في أولادهم وبناتهم، يحبوا أولادهم وبناتهم ينجحوا في الدراسة، يكونوا متميزين، يمارسوا أنشطة هم تمنوا يمارسوها وما كانتش الظروف الاجتماعية تسمح بها. فكانت الوالدة دائما تدفعنا للمشاركة في كل الأنشطة الموجودة وفي كل النوادي وكانت تهزنا كل ما يبدأ فما عرض مسرح سينما أطفال، كنا حقيقة حاضرين. عندي ذكريات جميلة جدا بالحركة اللي كانت موجودة الثقافية في ذلك الوقت مع الوالد والوالدة. كنت أشفق حقيقة زادة على الوالدة، باعتبار كنت دائما نشوف تعبها. احنا 4 صغار في المدينة في البلاد العربي، الأب فقط هو اللي يشتغل، يعني كما العائلات التونسية اللي تلقى الأم تتعب وتشقى وتلقى الأب كيف يحاول يوفر ما أمكن حد أدنى من العيش الكريم، ولكن كانت فما القناعة. فأنا نشوف اللي يمكن بشوية إمكانيات متواضعة كانت فما السعادة والبهجة، والمطلبية كانت أقل شوية من توا. كيف نشوف أنا قبل اللي كانت احتياجاتنا بسيطة جدا، وفرحتنا بروبة العيد وبصباط العيد، وفرحتنا بكبش العيد ولحمة العيد. توا كيف ولا كل شيء متوفر لصغارنا، وكل الألعاب متوفرة، اللباس يشروا أكثر من حاجتهم، كل شيء متوفر، اللعب موجودة أكثر من حاجتهم. فما يظل فقدنا حاجة اللي هي القناعة واللي هي الفرح بك الامتلاك الحاجة. وقت يدخل علينا الوالد والوالدة حتى بشوية حلوة كان عندنا عيد في حد ذاته. الآن هذا تغير شوية، والصغار توا ولا يلزمهم برشا باش يفرحوا بالحاجة، لأنه يظهر لي احنا ما تربيناش في الدلال اللي موجود توا عند صغارنا واللي موجود توا عند الأسر بصفة عامة. كنا نرضى بالقليل وكنا فرحانين وسعداء، بالرغم اللي الأجر كما قلت كان يكون أجر واحد 4 أطفال والأم والأب، يعني 6 أفراد في العائلة. في ذلك الوقت كان كيف كانت الحياة ديما صعيبة، ولكن كانت الفرح والبهجة والقناعة بالموجود شيء جميل جدا. بالرغم اللي احنا كان في الوقت هذاك موجود كان الرئيس بورقيبة محبوب، وكانت خطاباته في التلفزة يومية، وكانت فما، لكن كان الواحد يحس روحه على وقع الزعيم الأوحد وكان كنا نسمع على انه فما انتهاكات مختلفه لحقوق الانسان. وكان الوالد بالرغم اللي هو في سلك الامن، لكن كانت عنده مصدر من مصادر المعلومات اللي يحكي لنا على انه الظروف ليست على ما يرام. وكنا عشنا اساسا احنا احداث الخبزه، كانت احداث الخبزه باعتبار احنا كان الوالد رجل امن، كان ما نشوفوهش بالكل، وكان يمشي في يغيب علينا، ولكن كنا ما كانش كما توا المعلومة توصلنا والصورة توصلنا والمشهد يوصلنا كامل تقريبا للقمع. كانت توصلنا الحكايات وتوصلنا شهادات الناس، كانت هي الأهم في ذلك الوقت في غياب الصوت والصورة المباشرة على الأحداث.
كانت توصلنا شهادات الناس وشهادات الجيران وشهادات وكنا نشوفوا في انعكاس الحركة الاحتجاجية هذيك في غلاء الخبز على الناس في العاصمة، وكانت أحداث مروعة عشناها لحظة بلحظة، وحسينا فيها إلى أي مدى الشعب يعني قادر أيضا على أنه ينتفض وقت اللي يقع المساس بأبسط حقوقه، وهذا في عيشه يتمس في رغيفه اليومي في خبزه اليومي. يعني انتفاضة كانت مش فقط من أجل الزيادة في الخبز، ولكن هي رمزية. الزيادة في الخبز كانت قطرة أفاضت كاس فاض زادة بزيادة في أمور كثيرة، بخيارات ما كانتش بالضرورة شعبية، حالة من الركود السياسي ومن عدم التعددية الحقيقية السياسية. فطفح الكيل ووقعت انتفاضة سميت بانتفاضة الخبزة، وشعارها كان هو الخبزة وغلاء الخبزة. ولكن زاد فيها تجربة كيفاش إدارة المرحلة هذيك سياسيا وقت وقع التراجع على الزيادات، وكيف يظهر السيد الرئيس ويقول راهو تراجعنا ونرجع كما قبل الزيادات. هذه كلمته المشهورة نرجع كما كنا. أحداث الخبزة هذيك اللي وقعت باعتباره كانت انتفاضة من وحيها في المعاهد وفي الشوارع، كانت فما حركة فنية. أنا قلت لك كنا قراب من المسرح ومن الفن ومن كل ما يتوجد معناه من حياة حراك سياسي. إن كان جيد جدا أنه ترتبط المطلبية السياسية والحركة الاحتجاجية بحركة فنية تعبر على احتياج الشعب. وإلى حد الآن يعني أغاني وأشعار كتبت على تلك الانتفاضة بقي التاريخ. شوفوا إلى أي درجة الكلمة الملتزمة واللحن الملتزم ويقعد شاهد على التاريخ وشاهد على ذلك العصر. فالفترة هذيك هي كانت بداية نعيش حراك سياسي ونعيش صراع بين السلطة وبين الشعب. كان الوالد يعني جاته نقلة إلى اختار أنها تكون في مكان في بلاده في توزر، فانتقلنا إلى توزر باعتبار شغل الوالد. وكان صعب علينا حقيقة بعد ما كنا عايشين في العاصمة بكل ما توفره العاصمة من مرافق ترفيه، من مرافق ثقافية، من إمكانيات مدارس ومعاهد، وكانت الإمكانيات موجودة أفضل في العاصمة. خاصة احنا يعني كنا في المدينة العتيقة تعج بالحركة وتعج يعني تعج وتفوح برائحة دائما ريحة الخبز وريحة الغلة وريحة الخضرة وريحة البخور وريحة الأعشاب وريحة يعني النكهة بكل معانيها في العاصمة لا مثيل لها. في المدينة العتيقة، في الأزقة، في الشوارع، وراءك تلك الأبواب الجميلة جدا. نحب الأبواب متاع العاصمة، وأنا ديما نقول وراء كل باب حكاية، وراء كل باب أكيد فما أسرار، فما حياة كاملة. الأبواب هذيك الموصدة على حكايات داخل المدينة العتيقة. الزيتونة في ذلك الوقت وكل مكان داير بها من مساجد ومن مدارس قرآنية كانت تشهد حركة جيدة جدا، باعتبار ذلك في ذلك الوقت هي بداية الصحوة الإسلامية حقيقة، اللي ترجمت في دروس، في حلقات، في نشاط دعوي. وفي بدايته استقطب الكثير من الناس. كان فيه بحث عن الهوية، عن الأصالة، الرجوع إلى الجذور، التشبع أكثر بمبادئ الدين. فكان فيه رواج كثير برشا لكل ما عنده علاقة بالتعليم الديني وبحفظ القرآن. جامع زيتونة كان فيه حلقات مستمرة من الأنشطة الدينية ومن تحفيظ القرآن للصغار للكبار للنساء. ما كانتش هذه المسجد يسكر بين الصلاة والصلاة، وما كانش فيه مشاكل في ذلك الوقت. وكل المساجد، نذكر مسجد جامع صاحب الطابع والمساجد اللي كانت تجاور جامع الزيتونة كلها تشهد، كيف جامع سيدي محرز، كانت المساجد هذه كلها تشهد حلقات ودروس دينية. وما كانش هذا الغلو والتشدد والتطرف والخطاب المخيف، حتى أنه ما كانش ممنوع في ذلك الوقت. يعني كانت المساجد مفتوحة على الدروس الدينية. ربما في مرحلة أخرى الناس اللي قادوا الصحوة الإسلامية اختاروا الخيار السياسي، خيار تجربة الإسلام السياسي ومقاسمة السلطة أو الدخول إلى السلطة بشكل من الأشكال اللي ربما كلفهم كثير، واللي حتى العديد منهم يتساءل هل أنه في ذلك الوقت هم في داخلهم يتساءلوا هل أنه كان من المجدي الدخول في صراع مع السلطة ومنافسة الدكتاتور، لأنه هذا الزعيم الأبدي المؤبد
مزاحمته على كرسي السلطة من دون أن يكون تحضير مسبق. البلاد لم تكن تسمح إلى مناخ ديمقراطي في ذلك الوقت وإلى مناخ تعددي، ما كانش هذا حاضر لا في ذهن الناس ولا في ذهن الساسة واللي يحكموا ولا في ذهن حتى النخبة للأسف. وبالتالي الخيار هذاك كان خيار شيئا ما معزول، شيء ما منفرد. نتصور أنه كلف الحركة الإسلامية غالي، كلفها السجون من بعد والتشريد والمنافي ابتداء من 81، وصارت العديد بعد من الأحداث، وبالتالي كان فيه صدام. وتحولت هذه الحركة الدينية التربوية التعبوية التي كانت أساساً تهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإطار الاجتماعي إلى حركة في جزء منها السياسي، وبدأ الصدام والصراع بينها وبين النظام القائم. ما ننكرش أنه في ذلك الوقت كيف التيارات اليسارية كانت فيها نخب عديدة وكانت عندها حركية فكرية لا بأس بها، وكانت حقيقة ما كانش فيه تعددية سياسية بالمعنى السياسي، ولكن كانت فيه تعدد التيارات والرؤى والتصورات اللي خلى موجود، وهذا في عهد بورقيبة ربما أفضل بكثير من عهد بن علي فيما بعد، أنه كان فيه مناخ ثقافي ومناخ سياسي وإمكانية للتعبير على الرأي السياسي بطرق أخرى، بما أنها السياسة ممنوعة ومحظورة. كان المجال الثقافي، المجال الفني، مجال الكتابة والإبداع بشكل آخر، المجال الشعري، هذا الكل لم يضرب الضربة التي ضربت في زمن بن علي. وبالتالي كان مناخ يستعمل يبعد على السياسة ولكن يعبر بشكل آخر، وكان فيه حركية موجودة وتعددية بين التيار الإسلامي المتنامي وبين التيار العلماني والتيار اليساري بكل الفصائل اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، اللي هو كان محدث حراك موجود كان بين اليمين واليسار. من جديد حقيبة أخرى لم تكن حمراء في هذه المرة، ولكن حقيبة من جديد جمعنا فيها ما أمكن للانتقال من تونس العاصمة إلى ولاية توزر، وبالتحديد إلى مدينة دقاش اللي هي تبعد تقريبا أقل من 10 كيلومتر على توزر. هذه المدينة اللي هي مسقط رأس الوالد والوالدة، واللي هي كبروا فيها وبلادهم، وكانوا فرحانين هما اللي راجعين لبلادهم، وإحنا كنا متأسفين جدا على مغادرة تونس العاصمة. بدينا في بيت جدي، بيت متواضع في الانتظار أنه الوالد كان بصدد إنهاء بناء بيت كان قبالة المعهد الثانوي بدقاش. لكن سرعان ما تحول ذلك الإحباط من التواجد في قرية وريف ما فيهاش نشاط، ما فيهاش نفس الحراك الثقافي اللي موجود في العاصمة متوفر، سرعان ما تحول ذلك إلى انشغال جدي ودؤوب ومتواصل بالتشجيع على أنه تتوجد مثل تلك الحركة الثقافية والكل. فلاحظت حاجتين، أولاً أنه النشاط الثقافي ماهوش متوفر بنفس الدرجة والترفيهي بنفس الدرجة مثل تونس في العاصمة، بل أكثر من ذلك. بالنسبة لي هذه المدينة اللي هي مسقط رأس الوالد والوالدة، واللي هي كبروا فيها وبلادهم، وكانوا فرحانين هما اللي راجعين لبلادهم، وإحنا كنا متأسفين جدا على مغادرة تونس العاصمة. بدينا في بيت جدي، بيت متواضع في الانتظار أنه الوالد كان بصدد إنهاء بناء بيت كان قبالة المعهد الثانوي بدقاش. لكن سرعان ما تحول ذلك الإحباط من التواجد في قرية وريف ما فيهاش نشاط، ما فيهاش نفس الحراك الثقافي اللي موجود في العاصمة متوفر، سرعان ما تحول ذلك إلى انشغال جدي ودؤوب ومتواصل بالتشجيع على أنه تتوجد مثل تلك الحركة الثقافية والكل. فأنا حرصت كان لازم. فلاحظت حاجتين، أولاً أنه النشاط الثقافي ماهوش متوفر بنفس الدرجة والترفيهي بنفس الدرجة مثل تونس في العاصمة، بل أكثر من ذلك بالنسبة لي أنه متوفر أقل للبنات، يعني حتى القليل المتوفر مستثنين منه العنصر النسائي
باعتبار الجنوب وأهل الجنوب في تقاليدهم يعني البنت مش بالضرورة يعني مكانها في دور الثقافة ودور الشباب ودور دار الشعب وفي الملتقيات والمنتديات الثقافية، ما كانتش متواجد فيها العنصر النسائي. فاقتحمت هذا المجال، وكنت في كثير من الأوقات أجد نفسي البنت الوحيدة في دار الثقافة، البنت الوحيدة في دار الشباب، البنت الوحيدة في كورال موسيقى ملتزمة، كان فيه كورال تكون في ذلك الوقت للموسيقى الملتزمة. كنت نلقى روحي البنت الوحيدة في ذلك الوقت، ولكن جعلت من هذا محاولة استقطاب وتأثير. أولا بدينا ببنات العائلة اللي أسهل أني نقنع أهلهم أنهم يتواجدوا. عملنا فرقة كشافة، كانت أول فرقة كشافة فيها بنات. وقت اللي عملنا مخيم للبنات كان في منزل تميم، كانت أول فرقة كشفية نسائية تشارك في مخيم، كانوا فيه تقريبا 11 بنت وسط 400 شاب 400 شاب من الأعمار الكل، لأنه الكشافة كما تعرفوا فيها حتى للجوالة، يعني من الكشاف حتى للجوال، من الشبل والكشاف والجوال، والفتيات الزهرات والمرشدات، يعني كانوا فما أعمار متفاوتة. فخذيت من كل فصيل جزء من البنات اللي هم أساسا كانوا بنات العائلة والجيران، ولكن هات نبدأ ببنات العائلة والجيران. وهذاك عمل نقلة نوعية، لأنه فريق من البنات يشاركوا في مخيم كله أولاد، كانت هذيك جيدة جدا. أنه يتعودوا في الجنوب أنه بنات مشاركين في الكشافة، بنات مشاركين في مسرح، بنات مشاركين باش يقدموا نشاط كشفي خارجين مع أولاد في إطار الاحترام وفي إطار ما يسمح به العمل الكشفي من ضوابط كشفية. كيف في دار الثقافة والشعر وهذا المجال أصبحت كيف نمشي نحرص على أنه يمشوا معايا بنات. في الأول كيف بنات العائلة وبنات الجيران، ولكن أصبح التواجد النسائي موجود أكثر ويلفت النظر أقل من قبل. كيف في دقاش، في توزر، أنا كنت درست في المعهد الثانوي بتوزر، انتقلت يعني إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي في توزر، وكان هذا المعهد في ذلك الوقت يستقطب التلامذة من نفطة ومن توزر ومن الحامة، كان هو المركزي. كانت عندي ذكريات جميلة جدا في هذا المعهد، لأنه هذا المعهد كان فيه ما شاء الله كيف نقارن بالآن درجة وعي التلامذة في الثانوي في ذلك الوقت درجة عالية جدا. فكانت حلقات النقاش وكانت التظاهرات اللي نظموها والأنشطة اللي تنظم داخل المعهد كانت أنا نقول سابقة زمننا وسابقة أعمارنا. لأني الآن كنقارن كيف للأسف بين النشاط اللي يمكن يتوجد داخل المعاهد والتنظم والاهتمام بالشأن العام والحرص على أنه بلادنا تتغير والانخراط في التفكير الجدي في أنه نساهموا في أنه بلادنا تصبح أفضل من موقعنا كتلامذة. الحس هذيك المواطنة، حس المواطنة وحس المسؤولية والروح العالية اللي كانت موجودة عند التلامذة في ذلك الوقت كانت جيدة جدا. ومعهد توزر كان فيه نشاط وحركية ثقافية وسياسية، كانت فيه حلقات وكانت فيه حلقات نقاش وكان فيه حراك متميز جدا. فمنه هو انطلقت العديد من الحركات الاحتجاجية والحركات المطلبية بتحسين أوضاع التلامذة، بالدفاع على الشعب وعلى المواطنين، اللي إذا كان فيه غلاء أسعار، إذا كان فيه قرارات في بعض الأحيان تعسفية من السلطة، فكانوا يخرجوا التلامذة ما عندهم إلا أصواتهم. وفي بعض الأحيان إذا كان وقع رد فعل الأمن بعنف عندنا أصواتنا، وساعات أكثر شوية ما خبيش عليكم شوية حجار في جيوبنا. فحقيقة كيف من جديد المرأة والسياسة كنت نحرص على أن يكون في الصفوف الأمامية في الحركات الاحتجاجية، في الصفوف اللي تقود في المسيرة، في الصفوف اللي تقود في الحركة، في الصفوف اللي تقود في الاعتصام، لأني كنت حريصة جدا على أن المرأة أيضا يمكن أنها تتواجد في هذه المواقع، يمكن أنها تقود هذه المواقع، يمكن أنها تؤثر، يمكن أنه صوتها يكون مسموع، لا يجب أن تستثنى لمجرد أنها أنثى. وكان عندي حرص كبير في هذا الباب على تواجد المرأة في صنع القرار وعلى تغيير صورة المرأة اللي إذا كان قرات مزية وكيف ترجع تشد دارها وانتهى الأمر. هي كانت ناشطة سياسيا من اللي هي صغيرة، كانت تتبع فيها. أنا كنت نحب نعمل سياسة، ولكن باعتبار أني في الأمن ما نجمتش، فقلت نزرع في الأولاد متاعي، نزرع فيهم هما حب السياسة ومقاومة الظلم ومقاومة النظام. فمن اللي هما صغار خذوا الدرس
وبداوا ينشطوا في السر وفي العلن، في الدار، في المدرسه، في المعهد. ومن ثم بدات علي انا المضايقات، ثم دارت عليهم هما، بحيث هي العديد من المرات يهزوها لمركز الشرطه وما كانوش حتى ياخذوا لي باعتبار انا كنت جرادي غادي، كنت صاحب رتبه، ويعذبوها. وكل مره وهي محضر بحث، وكل مره هي صحاح انها ما عادش ترجع هي، بعدين داروا لاخواتها، بعدين داروا لي انا. فباش تمنع هي خوها كيف وصل الباك جمعتين قبل ما يعدي الباك نتاعو طردوه. وكان دور التلامذة المشاركة والانخراط والتعبير على رأيهم بكل الأشكال، اللي هي إيقاف الدروس، الوقفات الاحتجاجية، الخروج في مسيرات. وقبل كان كي التلميذ يخرج يقول لكم التلامذة خرجوا، احنا ما نخرجوش، خارجين يدافعوا علينا، يدافعوا على العمال، يدافعوا على العائلات اللي المقدرة الشرائية متاعهم ضعيفة. فكانت الحركة الطلابية هي القاطرة التي تجر وراءها عربات من الناس وعربات. حركة التلمذية كانت هي القاطرة التي تجر وراءها العمال، الناس، كل من يرى أنه هذا الاحتجاج يمثله، وهذا من أجله ومن أجل تحقيق مطلب مشروع. أنا نذكر اللي في مرة من المرات بالطبع كانوا عرفوا اللي أنا كنت ننظم في وقفة احتجاجية، وكانوا يجوني للدار ياخذوني بسيارة الشرطة من الدار إلى مركز الشرطة للتحقيق وللبحث. شكون اللي نظم، شكون وراء الحركات هذه، شنو الأنشطة اللي نعمل فيها. إني كثرت لها شوية ويلزمني نخفف شوية من هالنشاط نتاعي. كان اللي نذكره انه كيف كانت كرهبة الشرطة تجوب قرية صغيرة كيف دقيش وتبدا فيها بنت، كانت تلفت النظر، يقول لك بنت فلان الشرطة جات وهزتها وماشية للشرطة. فكان ذلك يلفت النظر في ذلك الوقت، خاصة لما يكون المعني بالأمر فتاة. فهذا كان، وانا كنت نحس بكل فخر واعتزاز، مش مشكل، انا متمسكه برايي، وانا ما عملتش لا ارتكبت، لا اقترفت جريمه ولا ارتكبت حاجه عيب. نحن نعمل وقفات احتجاجيه، نشاركوا في مسيرات، مطالبنا مطالب شرعيه. كنت عارفه اللي متمسكه بالمبدا. ففي الوقت يعني اللي تنجم تكون تعرف انت اي حدث مثل هذا في قرية، تلقى الأنظار الكلها مش رائبة وتتبع في تلك السيارة وفي الأخبار، وباش تخرج ما تخرجش، عملوا لها، قالوا لها، كيفاش. فكانت أنا بالعكس كان ينتابني شعور نعم، دفاعا على المبادئ ودفاعا على الخيار. يهزوا الشرطة، خلي حقه، يعملوا اللي يحبوا، ما كانش هذايا يقلقني. ولكن كانت يعني الملفت للنظر هي أنه الأنظار الكل تراقب هذه الحركة. احنا كنا مصدر تعب كبير للوالد، العائله الكل، وهذا فيما بعد اللي خلاه بصفه مبكره جدا يخرج على السلك تماما. وقت اللي بدات الحركات الاحتجاجيه وبدات يتنظم العمل المواجه الى النظام القائم، فالوالد اختار انه يتنحى، ولانه كان في الدار في البيت ما كانش يعرضنا ابدا. ما كان يعني ربما فيه شيء من التناقض، لأنه هو كان يرانا احنا نعبروا على اللي ما يقدرش يعبر عليه هو. فعمره ما لقينا منه صداء أو رفض أو ثناء عزم على أن نكونوا معارضين، وعلى أن نعبروا أكثر من أن نكونوا معارضين، على أن نكونوا في الصفوف اللي تعبر على الاحتجاج واللي تشارك واللي تنظم هذه الوقفات الاحتجاجية. هذا كلفه غالي جدا. وقت اللي مشيت تقرأ ونجحت ومشيت تقرأ في تونس، وقت اللي مشيت تقرا في تونس قلت ارتحت انا، معناها هاي بعدت شويه وتقرا في تونس. الحصيل وما حسيبوناش، احنا من محاوطين من كل جانب وشيره، معناها نعود هيك غافله كيما تجيني الشرطه
يعود حذايا ضيف ما يهمهمش في الضيف، معناها اللي بحذايا يدخلوا يقلبوا لي الدار، معناها ما يخلوليش حتى حاجه، يقلبوا لي الدار وانا ظلي جايبت لهم سنه الكازوز وفرحانه بيهم، وهما معناها هكاك نحسب روحي قلبي يعلم به ربي، ونحسب روحي مانيش مرتاحه، معناها حتى في عبد جاتك شرطه وبالرغم راجي شرطي، معناها ما نخافش منهم انا الشرطه. نتربك هيك تلقاني نرعش وانا مانيش مظهره على روحي، ووقتاش يخرجوا كي الجماعه هذوك يقلبوا لك يا صافي السلام عليكم السلام عليكم، يزيدوا نهارين ثلاثه يجوني في الليل نعود غافله هكاك طب يدخلوا ديريكت. كنا في الدار معناها اللي هارب يجي بحذانا، واللي عنده مشكله يجي بحذانا، واللي معناها رغم اللي التضييقات معناها ورغم اللي المتتبعات، بعدين ولوا معناها دار اختي زاده من زوجها لاولادها تسجنوا، ولينا معناها رواد نتاع سجون، بما ان ولينا نهزوا القفه ديما ونمشوا، معناها بما ان ولينا معناها السجون ولينا نعرفوها وتعرفنا، ورغم والحمد لله ان في منطقتنا لحد الان يحترمونا، ولحد الان بعمرهم لا نهار يمسوك ولا يقولوا لك راهو السجن معناها كان عيب، ولا كان بالعكس هم يكبروا فينا الحاجه هذه، ولحد الان معناها هم معناها يحترمونا ويعرفونا اللي احنا معناها دخلنا من اجل قضيه، ما دخلناش من اجل لا جريمه، ولا دخلنا من اجل معناها حاجه تخدش الحياه ولا تخدش الشرف، ولا بالعكس احنا حافظنا على شرفنا وحافظنا على رواحنا ونظلنا، وكنا اذا كان يكون الظلم نقولوا لا. سهام كان عندها حضور قوي برشا في العائلة وتأثير كبير برشا على العائلة وعلى المحيط الكل، وكانت ناشطة برشا يعني في المجال الاجتماعي السياسي، كانت تحاول باش تثقف المجموعة اللي دايرة بها أصحابها، كانت ناشطة برشا في الكشافة، كانت ديما تحاول باش تجمع البنات باش تشاركهم في العمل الكشفي، خاصة في العمل السياسي، كانت تقود المظاهرات في المعهد الثانوي ومن بعد في الجامعة، وكان وقت اللي صدر الحكم عليها وصبنا الكلنا في العائلة بارتباك شديد، بحالة كبيرة من الخوف ومن الهلع، خاطر كانت عندي خالتي نعيمة العجيمي سجينة في العائلة وقضت مدة طويلة برشا، والفترة ذيك معناها كان صعب جدا على المجتمع وعلينا احنا اصلا كعائلة ان نتقبلوا معناها ان خالتي هذه تعدي عام كامل في السجن، وكانوا خويا الزوز الاولاد ازاد ونزار زاد سجيني رأي في حبس قفصة، فكنا في العائلة متعذبين برشا من حكاية السجن هذه ومن حكاية مشينا وجينا على مراكز الشرطة وعلى جيان البوليس في كل وقت في كل آن لدارنا، كيفاش يحلوا الباب، كيفاش يدخلوا، كيفاش يهدوا علينا عقب الليل، كيفاش نبداو راقدين، كيفاش يسألوا على سهام، على أزاد، على خالتي، على الوالد، على الوالدة، كانوا ينجموا يهزوا أمي في أي وقت، كانوا ينجموا يهزوا خويا في أي وقت، يعني كانت حالة من الهلع المتواصلة. أنا نقول إحنا لأنه هذا كان الأخوتي في مراحل من بعد، لأنهم كانوا تلامذة زادوا وكانوا مشاركين ومنخرطين، هما كانوا أصغر مني ولكن كانوا يتبعوني وكان جيد لأنهم هما بيدهم عندهم أصدقائهم وعندهم علاقاتهم اللي أنا كنت نجيبهم وكنت ننظمهم في شكل يعني في شكل تجمعات باش تشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية وتعبر على رأيها وأنها تساهم. فبالتالي إذا كان واحد يكون هو مسؤول على الأمن ولكن أطفال أولاده الكل معارضين وزوجته معارضة وعائلة زوجته كلهم معارضين، لأنه أنا خالاتي اللي هم تقريبا من نفس سني، واحدة أكبر مني بسنتين وفي نفس سني، خالاتي كانوا كيف يعني في الصفوف الأمامية وكانوا مناضلين وكانوا في الحركات هذه معانا دائما، فيصبح هذا يطرح أكثر من نقطة استفهام، يعني أنه إنسان يتواجد في مكان وعائلته كلها ضد التيار، هذا سبب مشاكل كبيرة جدا للوالد جدا. كانت عندي خالتي اللي هي أكبر مني بسنتين، انتقلت للدراسة من توزر إلى كلية الشريعة وأصول الدين، وكانت في 86 أحداث في كلية الشريعة وأصول الدين، حركة احتجاجية وحركة كيف زادة طلابية داخل الجامعة عموما وكلية الشريعة وأصول الدين تحديدا، بين التجمع الدستوري وبين الطلبة الإسلاميين، كان فيه حركة وصلت إلى العنف بين التيارين، والأمن قبض على مجموعة من الطلبة فيهم 11 طالب وطالبة، والطالبة هذه هي كانت خالتي سنة 86. وبالنسبة لنا في الجنوب
أنه تكون طالبة يقع المسك بها والزج بها في السجن، وتسمع أهالي الجنوب والعائلة أنه بنتهم مسجونة في السجن بكل ما يعني السجن للعائلة التونسية، سجن البنت أساساً للعائلة التونسية. كانت هذيك كيف زاد نقطة فاصلة في مجابهة المجتمع، يعرفوا ايش معناها المناضل والثمن اللي يدفعوا. المرحلة اللي احنا عشناها معناها وكنا فيها مضطهدين وكنا فيها منسيين وكنا فيها مغضوب عليهم. الفترة هذيك ما كناش راهو ساكتين ولا كنا معناها مخبيين وجوهنا، ولا كنا في معناها الصفوف الأولى معناها في النضال. بالنسبة لي أنا في حد ذاتي سنة أولى جامعة 86 87 دخلت للسجن. دخلت للسجن في قضية معناها مع التجمع اللي كانوا في الجامعة قبل، كانوا من معناها يتواجدوا، كانوا وجودهم مش وجودهم معناها كان ند للند، ولا كانوا ظاهرين ولا هم كانوا معناها مختفين، وكانوا في شكل معناها يمثلوا خطر علينا، خطر في كل تحركاتنا، كانوا يحسبوا علينا تحركاتنا وكانوا يحسبوا علينا وين نمشوا وين نجوا، كانوا يقودوا بينا. وكانت النتيجة اني دخلت للسجن وكنت سنة كاملة في السجن. ورغم ذلك معناها على قد ما عرضوا علينا انهم يخرجونا معناها على اساس ان نتوبوا معناها ورغم ذلك كنا شادين الصحيح وكنا ملتزمين وكنا عارفين اللي هذيك هو معناها طريق النضال، وهذيك هي الضريبه اللي باش نكون هو ما ترجعناش. رغم اللي كنا معناها جايين من الجنوب، واحنا اهل الجنوب تعرفونا معناها سجن ومراه، وفي فتره من الفترات مازالت في الحركه معناها مازالت في اولها، يا ربي يا كريم معناها على اللي اشتدوا ودخلوا للسجون هم يتعدوا على الاصابع اليد الواحده. لكن في الفتره هذيك كنا مجموعه كلهم كانوا رجال، معناها كنت انا الوحيده اللي فيهم مراه، وكانوا طالبه معناها. ودخلنا للسجن الفتره هذيك وكانت عالم جديد معناها. فجأة كنت تقري ما كنتش تتصوري يوم انك تدخلي للسجن، يمكن حتى في الاحلام، حتى في الكوابيس، حتى في مهما كانت الجريمه معناها اللي كنت باش تقترفيها معناها فجأة ما عملتي شيء تلقي روحك معناها داخل القضبان ومعناها مع ناس وين كما نقولوا حق عام هما. لكن والله انا واحده من الناس الفتره اللي عديتها، ورغم اللي معناها باش نشهد شهاده حق اللي انا ما تعبتش فيها برشا، اللي وقفوا معايا واللي كانوا كنت نسخفهم، كنت انا طالبه معناها وجايه في العشرينات من عمري وداخله وما نعرفش شنو معناها اول مره كان مخي يحبس معناها. وقفت مبدئيا ما عادش نعرف نفكر اصلا، ولا حتى اللي يسالني علاش دخلتي ما نعرفش علاش نجاوب. الثمن يكون باهظ جدا، لأنه الفتاة لما تكون سجينة عام 86 كان صعب جدا أنه العائلة تتقبل. احنا عائلتنا مناضلة كما قلت، وعائلتنا متفهمة. جدي وجدتي كانوا واعيين وكانوا موافقينها، وعمرهم ما قالوا ما حقهاش وإلا حقها يعني بعثناها تقرأ تدخل لنا للسجن وكذا. فاهمين أنه لو فيه ضرورة تصدي للنظام القائم، لو فيه ضرورة أنه تعبر على رأيها، كانوا فخورين بها وكانوا معتزين بها، عكس اللي كانوا ينتظروه الناس انه الوالد والوالده يقطعوا معاها ويعتبروها مارقه عن العرف وعلى التقاليد وعلى كذا. ناصروها، كانوا يمشوا يزوروها، كانوا متعاطفين معاها. وحتى لما طلب منها، لانها 86 وقتها في عهد بورقيبه، كان طلب منها انها تحرر رساله تطلب فيها العفو، وقالوا لها نتضامنوا معاك بحكم انك فتاه والكل اسهل التعاطف والتضامن معها الطالبة. فقلت لهم لن أطلب منه ذلك. نهار نادالي مدير السجن قال لي انت معناها قاعده تخدمي في خدمه مش قانونيه. قلت شنو قاعده نعمل؟ قال لي تعرفي الملاحف هم الخطوات نتاع كلهم معناها ولوا قال لي عاملينهم نساء، قسموهم عاملين خمارات فوق رؤوسهم، معناها الناس الكل حبت التوب وحبوا الناس الكل معناها باب التوبه اللي هو مفتوح، والناس اللي تدخل السجن مش من اجل قضيه فقط، ثم قضيه اخرى اكبر. يمكن يدخل من اجل قضيه صغيره ويولي معناه يستبطن اللي هو معناه قضيه اكبر ويخرج ويناضل من اجلها ويولي انسان اخر. انهت المده نتاعها الى سنه 87 وقت اللي تبدل النظام الدكتاتوري الاول بنظام الدكتاتور الثاني. وبالتالي يعني احنا عشنا في العائله فخر انه عندنا سجين سياسي، وفخر ان نقولوا اي نعم نعيمه العجيمي من كليه الشريعه واصول الدين طالبه سجنت ولم ترضخ ولم تمضي على طلب الاعتذار
أو طلب الإفراج عنها، ولم يعني تطأطأ رأسها طلبا لأنه يخلى سبيله. بدأت حركة التضييق على كل نفس معارض للنظام القائم. كانوا تحاكموا مجموعة من التلامذة منهم خويا أزاد بادي. ففي البداية ما كانوا قبل ما يحاكموا كانوا مطلوبين من الشرطة، وبلغنا انه جاوا لوجوا عليهم للدار، وبلغنا انهم عندهم قائمة في تلامذة يعني نشيطين مطلوب انهم يحققوا معاهم ومطلوب انهم يمسكوا بهم. فاحنا كانت عندنا بيتنا اللي هو مباشرة على الكياس، معناها على ممر السيارات. وفي الصيف تعرفوا الدنيا سخونة، الناس كل تسهر في الحديقة، معناها تسهر البرة. فاحنا كنا بالطبع خويا مع مجموعة من التلامذة كنا مخبيينهم ومخفيينهم على البوليس حتى ما يمسكش بيهم. لكن انت كل مرة يتخبوا في دار من دار الأهل والعائلة، وفي بعض الأحيان تعرف الدنيا سخونة جدا في الجنوب، وفي البيوت يسخنوا برشا في الليل يحتاجوا يتهووا. فمن الطرائف اللي نجم نحكيها لهم ان كنا في الليل نلبسوهم جبه طويله ونلبسوهم حجاب ونخرجوهم يتفرجوا على التلفزه في الحديقه ويسهروا البرة، لانه احنا على الكيس اللي متعدي يشوفنا، باش المتعدي يقول عائله ساهره ما يخطرش في باله اللي عندنا مجموعه من الاولاد المبحوث عنهم المفتش عنهم واللي من ضمنهم خويا، باعتبار الكل اللي قاعدين في الدار ناس لابسه روب ولابسه فولارات، وبالتالي يبداو معنا ناس مفتش عنهم مبحوث عليهم قدام مباشره على الكياس، ناس ماشيه جايه تشوف فيهم، ولكن هما قاعدين ساهرين ولاد لبس بفولاره. من الطرائف اللي اليوم كيف نحكوها مع مجموعه منهم، فيهم اللي اصبح نائب اليوم وفيهم اللي عمل لحياته، واحنا نذكروهم بالايامات اللي كانوا متخفين على البوليس باللباس نسوي داخل بيتنا. جدتي وجدي كانوا ساكنين في بيت، واحنا كنا نروحوا عندهم كثير ونسهروا سهريات تدوم حتى وقت متأخر. كان هذا البيت موجود قرب مقبرة كبيرة، والمقبرة هذه ما كان لا فيها لا سور لا حتى شيء، بحيث وكأنه بيت جدي جزء من هذه المقبرة. نتذكر اللي في الليل كانوا الناس يخافوا انهم يشقوا المقبرة متأخر في الليل، وانا ما كانش عندي حتى خوف من هذه المقبره. كنت نقول لهم احنا نخاف من الاحياء، يعني كيف نخافوا من الميت شو مازال يعمل لنا كاش ينجم يقدر يضرنا. فكان اللي خاف من المقبره ينتظر باش يروح معايا باعتبار انه يتشجع بيا. ونذكر اللي المقبره هذه بحكم ارتيادي الدائم ليها حقيقه زرعت فيا امرين واللي ديما نقولهم. الان جدي وجدتي الله يرحمهم توفاهم الاجل، وهم القبر متاعهم قبالة بيتهم، هذا البيت اللي كانوا ساكنين فيه قبالته المقبرة قبالته قبرهم الاثنين. فدائما نقول هما رحلوا من بيت الدنيا إلى بيت الآخرة وما حملوش معهم شيء كثير. بالتالي هذا الأمر خلاني لا أتعلق كثيرا بالأشياء المادية وأشياء الدنيا وكذا، دائما نشوف أنه الإنسان ما ياخذش منها شيء كبير. هذه حاجة. الحاجة الثانية أنه هذا الخوف اللي عند العباد في بعض الأحيان من أشياء ما هيش هي اللي لازمها تخوفنا. يعني الحاجة اللي لازمها تخوف غريب أنه في بعض الأحيان الناس ما تخافش منها، والحاجة اللي ما تخوفش الناس تخاف منها. فبالتالي هذايا خلى عندي الشجاعة أني لا أخاف من برشا حاجات تخاف منهم الناس، وما نخافش من حاجات تخاف منها الناس. بحكم علاقة الوالد والوالدة بعائلة سويسرية من جنيف، كانت عندي الحظ في أنهم يستضيفوني على حسابهم شهر في السنة في الصيف أني نقضي العطلة في جنيف. فمرة أخرى هذه النقلة النوعية بين أنك تشوف نموذج حضاري آخر وأنك تشوف يعني مدة شهر تعيش حياة وسط عائلة سويسرية بنمط سويسري، وهذه عائلة هي عائلة مثقفة، يعني انك تتراوح بين كما قلت انا القريه والريف والمدينه والغرب في ذلك العمر، وانت تبحث لنفسك على شخصيه. وانا كان عندي اول سفر سن 13 سنه، كان عمري 13 سنه وكنت وحدي، يعني مره اخرى في حقيبه اخرى.
أنا أضع بعض الأشياء ونسافر من دقاش حتى لنوصل جنيف. كان الوالد يعطي فيا الثقة. وقت اللي عمرها 12 سنة، وقت اللي خذات السيزيام نتاعها سنة سادسة ونجحت، قالت لي باش نمشي، عندنا أصدقائنا في سويسرا قالوا تنجم تجي باش يحبوا يضيفوها ويجازوها على الجائزة السيزيام كي خذاتها بامتياز وقتها. فقلت لها اسمعي، تحبي تمشي سويسرا؟ قالت لي نعم. قلت لها لا نمشي معك لا لتونس ولا المطار، هذا الباسبور وهذه الفلوس، تمشي نركبوك في الكار تمشي لتونس وتهبطي تقولي افريكا، وصلوك قدام افريكا تلقي كارت نيميرو 38، ثم كيشي غادي تبدلي فيه الفلوس تاعك تاع فرنسا وتجيك الكارت 38 تاخذها وتمشي للمطار وتدبروي وحدك، لازمك تدبري راسك وحدك حتى توصلي للسويس. تنجمي ولا ما تنجميش؟ كانت نجم تفضل برا، انا عندي في خطيكه كامله. كان ما تنجمش انا راني ما نمشيش معك حتى. قالت لي نجم، وهي وقتها عمرها 12 سنه، وهذيك كانت اول تجربه ليها واول تجربه لي انا باش نسيبها وحدها. واصلت تعليمها الثانوي، كي نجحت في الباك قلت لها راني كيف ما نمشيش معاك، تمشي وحدك لتونس باش تمشي تعملي الفحص الطبي وباش تمشي تفتش على المبيت نتاعك، تمشي لازمك تدبري راسك وحدك، عاملي على روحك كانك راجل واكثر من راجل، باش ما نبقاش انا ديما في جرتك ونجري في جرتك. وبحيث كانت عند حسن الظن، حقيقه كانت عند حسن ظني بها. ويقول لي اذا كنت تحبي تسافري تعملي على روحك، ومن دقاش الى جنيف وانا عمري 13 سنه، تاخذ الحافله توصل غادي ينتظرك واحد، تبدل فلوس، تمشي للمطار. فكانت هذه امور على واحد في ذلك السن تظهر انه صعبه جدا جدا، ولكن كنت نسافر. وفي البلاد يعني كيف نبدا في جنيف في ذلك الوقت كنت نقارن، كنت نشوف، كنت نطمح انه في الكثير من الامور بلادنا تونس تولي سويسرا العرب. كنت نطمح انه اللي عندهم من حريه التعبير وحريه التنظم وحريه الانخراط في الجمعيات وفي النقابات وفي العمل السياسي، كنت مبهوره به باعتبار اللي كنت نمشي لهم ناس ملتزمين كيف يعني بقضايا القضايا العادله، وبالتالي كنت نشوف جزء من نشاطهم والحريات المتاحه لهم. فكيف كنت نرجع بحلم يراودني انه بلادنا يلزمها على مستوى الحريات وعلى مستوى التنظم في الحياه الاجتماعيه والحياه والمجتمع المدني، والعداله بين النساء والرجال، المساواه في العديد من الامور. كنت نطمح ونقول شنو اللي ناقصنا، شنو الناقص تونس باش تولي سويسرا. هذا السفر وهذا الاستعداد للرحيل لعله القدر، لعله لعناية ربي سبحانه انه الانسان يمشي وقد تمرس على البعد على الاهل وعلى السفر وعلى تحمل المسؤولية. على كل هذا الكل أنا عمري ما كنت نعرف بالضبط أين سيؤول المآل. كل حلمي وقت اللي نجحت في الباك أني بمعدل كان يخولي أني نلتحق بكلية الطب، فكنت واضح عندي حبي أني نخدم الناس، وكنت نتصور أن مهنة الطب هي آلية من الآليات اللي باش تخليني نخفف على الناس آلامهم ونخدمهم من خلال هذا العمل النبيل. وفي كل ما هو نضال وكل ما هو حركة نضالية لم أكن أرنو أكثر من أن أكون دائما في خدمة الوطن كجندي من جنود الوطن، أن أكون في المسيرات في الحركات الاحتجاجية، أن أعبر على رأيي بالكتابة بالقول بكل الأشكال يعني. ولم يكن في ذهني وقتها أن أكون في يوم من الأيام في السلطة ولا هذا، يعني لم يكن في ذلك الوقت عندي عليه أي فكرة. منذ الأيام ولا الأسابيع الأولى في الجامعة التحقت كقيادية في الاتحاد العام التونسي للطلبة. كنت متواجدة كيف زادة في كل في أعلى هرم تنظم الحياة الطلابية، من قيادة المسيرات إلى الحركات الثقافية اللي كانت متوفرة موجودة في الجامعة، إلى حلقات النقاش بين مختلف الفصائل الموجودة الطلابية من اليسار إلى اليمين، من الإسلاميين بأنواعهم إلى اليساريين بأنواعهم. كانت في تلك الفترة اللي انتقلت فيها للجامعة 87 88 كانت في فعلا حركة مازال لم يقضي عليها بن علي، لأنها خلينا نقول من مخلفات نهاية النظام البورقيبي.
اللي كان قمعي وردعي، ولكن كان فما شوية متنفس، شوية مجال، لأنه كان يحترم الحركة الطلابية أكثر باعتباره كان طالب في يوم من الأيام، باعتباره ربما في يوم من الأيام التحق بالمدارس الفرنسية، وكان فما هامش ولو صغير من الحريات اللي نتحركوا فيها كان يسمح لنا بالفعل. كيف جابنا عليه في أوله ما زلنا مواصلين بنفس الحماسة، ما زلنا مواصلين في الحركة الاحتجاجية بأنواعها على كل شيء يمس من الحريات الطلابية. كنا متنظمين في فصائل متعددة، وكان فيه أيضا العديد من المستقلين الناشطين والموجودين، ولكن بسرعة تفطن هذا النظام إلى أنه الخطر الذي يمكن أن يتهدده يمكن أن يأتي من الجامعة، فبالتالي بدأ ضرب الحركة الطلابية بكل فصائلها، وضرب الحركة الطلابية بكل رموزها، فأصبح مفتش عنهم، أصبحت الطلبة رأسهم مطلوب، بدأنا نحظر على سجن العديد من زملائنا، نحظر على طرد تعسفي من الجامعة للعديد من زملائنا، وكيف كيف كل ما يطردوا زميل، كل ما يسجنوا زميل، إلا وذاك يؤجج من أكثر الحركة الطلابية ويخلينا في حركة مستمرة للمطالبة بحقوقنا في التعبير، بحقوقنا المعيشية في الحياة الطلابية عموما، في التعبير على ما لا يقدر أنه يعبر عليه الشارع، وما لا يقدر أنه يعبر عليه العامل، وما لا يقدر أنه يعبر عليه المثقف اللي ماهوش لاقي حريته. خلينا أنفسنا كطلبة ناطقين رسميين باسم كل اللي يحتاجوا أن نعبروا على رأيهم ونسمعوا أصواتهم. أنا في خياري كنت أقرب، بالرغم أني يعني لست عضو في حركة النهضة اللي كانت من قبل الاتجاه الإسلامي، ولكن الفصيل الطلابي اللي حسيت نفسي يمثلني أكثر كان الاتحاد العام التونسي للطلبة، فكنت نشطت فيه وكنت يعني قيادية فيه، والعديد منهم ربما اللي أثروا فيا وكانوا موجودين في ذلك الوقت كقيادات، مثل عبد الكريم الهاروني، مثل عبد اللطيف المكي، مثل نجم الدين الحمروني، هم أبناء كليتي. يعني أنا هذوما ناس أعرفتهم أساساً. عبد الكريم الهاروني هو كان مهندس، كان في كلية العلوم، ولكن جزء كبير من قيادات الطلابية كانوا من كلية الطب، فبالتالي هذوما كانوا زملائي في الدراسة وكانوا زملائي في النضال. هو من الطريف جداً أن نلتقي من بعد في مقاعد المجالس الوزارية ونحن وزراء، وقد كنا خضنا معا معارك داخل الجامعة، وعندنا ذكريات طيبة على العديد من الأحداث اللي كنا مع بعضنا فيها. يعني أنا كانت عندي ذكريات أليمة جدا مع عسكرة الجامعة مثلا، وكان عندي حادثة، هي حادثة بسيطة ولكن كانت أثرت فيا جدا. يعني هذا الحرم الجامعي، احنا كنا نحكوا على الجامعة نقولوا الحرم الجامعي، عنده حرمته الجامعة، وكانت العلم عنده قدسيته وعنده مكانته، وإحنا أمة اقرأ. يعني احنا أول آية تنزل علينا تدعونا للقراءة، وكان العلم عندنا مقدس ومكانته مقدسة وهيبته، والجامعة عندها مكانتها. فأن تعسكر الجامعة وأنه تصبح عندنا مراكز للأمن والشرطة والتفتيش داخل الجامعة، هذاك عشناه بألم كبير وبأسف شديد. وأنا نذكر وأنا طالبة كان عندي خطيبي في باريس، وكان أرسل لي رسالة حطتها في حقيبة، يعني حقيبة مرة أخرى ولكن هذه حقيبة مدرسية وداخلة بها للجامعة. نتذكر إلى اليوم كيف الشرطي فركس لي حقيبتي وخذ الرسالة وافتحها وبدأ يقرأ فيها علي ويقول لي الله 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 الله. يعني قمة الإهانة وقمة الإقحام في حياتك الشخصية، وقمة يعني هذا الأمن موجود باش يفتش لك دبشك، يفتش لك حياتك، باش يهينك وانت واقف وما تنجم تقوله حتى شيء. في فترة من الفترات بدأ الصراع يحتد بين الفصائل الطلابية المناضلة واللي فيها العديد من المستقلين، خاطر لأنه الناس الكل تحب بالضرورة تصنفك، هل كنت يساري، هل كنت علماني، هل كنت كذا. كانوا العديد أيضا من المستقلين النشيطين واللي قدموا كثير للحركة الطلابية.
بدأ يشتد الصراع بين الطلبة وبين النظام القائم، فبدينا نشوف زملائنا في النضال وأصدقائنا وأصحابنا يختفوا، مفتش عنهم، ما عادش يقدروا يرتدوا الجامعة، ما عادش يقدروا يحضروا وقت الامتحانات، لأنه كيف يجيوا بما أنه الجامعات معسكرة يقع المسك بهم. بدينا نسمعوا بزملائنا في السجون، بدأت المحاكمات، وابتدأ الجامعة يعني إفراغها من كل المناضلين وتسليط أقصى العقوبات على المناضلين ردعا للي ما زالوا. وأصبحت في ذلك الوقت أي تجمهر، أي اعتصام، أي مسيرات تنظم يكون فيها عدد البوليس أكثر من عدد الموجودين داخل المسيرة. ونجح النظام في قمع الحركة الطلابية واجتثاثها من جذورها وملاحقة كل اللي من قريب ولا من بعيد عندهم علاقة برموز الجامعة، رموز الحركة الطلابية، رموز الحركة النقابية. كان ينكل بهم، وإن لا يقع التنكيل بهم مباشرة بعائلاتهم، بأقاربهم، بجيرانهم. كان كل واحد مبحوث عنه تصير ثورة داخل عائلته. أنا في ذلك الوقت كانت في فترة من الفترات أنا كانوا عندي أخوتي الاثنين حكموا بالسجن. قبل ما نتحكم أنا كان عندي خويا في الحقوق تونس، ومن بعد خويا في الحقوق، لا خويا اللي أزاد كان حكم بالسجن وهو في سنة البكالوريا. فأنا كانت عندي ذكريات أليمة جدا أني نشوف أمي من توزر القفصة مرتين في الأسبوع تتنقل، لأنه فيه مرة للزيارة وفيه مرة للقفة كما نقولوا حتى تمشي وتزورهم. فبالتالي يعني كانت معاناة كبيرة للوالدة في زيارة أخوتي في السجن، ويعني كان الأمر شاق عليها كثير. في نفس الوقت اللي هي ما زالت تعاني ومتألمة من وجود الاثنين في السجن، كان علي أن أغادر، لأنه طلب جلبي للمحكمة لمحاكمتي، فاضطرت الوالدة وقتها لأنها تتحمل الثلاثة، تتحمل أنه اثنين في السجن وواحدة في المنفى. نهار مشيت أنا للجلسة نتاع أولادي الآخرين، نمشي بكري، يعني هزيت راسي في المحكمة هيك نقرأ في الليسة، نقول كان مازال بكري باش نخرج أنا شوي نحي شوية استراس من راسي. خرجت التوزر كما هكايا وزدت رجعت، قلت أنا عيني ضبوا، نحك هكا في عيني، قلت عيني مضبين، أنا شنو اسم سهام بادي هذا لهنا؟ قريت نلقى سهام بادي محطوطة في الليسة، كما الغدوة سمعنا اللي حطونا في اللاشارش. يعني أنا لما تم إعلامي بأنه صدرت في حقي بطاقة تفتيش وبطاقة جلب للمحكمة، وأنه يعني أنا مطلوبة يعني مبحوثا عني، مفتش عني، كان أول حاجة جت لبالي أنه يعني مصيري أكيد هو السجن مثل إخوتي. فحقيقة أنا كنت حاولت أن أغادر البلاد. Et puis Siem Badi donc était membre d'une organisation étudiante qui était liée un peu, donc qui n'était pas tout à fait dans le sens du gouvernement, et donc elle a eu des problèmes. Et puis donc en 92, je ne sais pas si c'est elle qui nous avait téléphoné à Genève ou son père, donc pour savoir si elle pouvait venir chez nous, en 92 en Suisse, directement en Suisse. يعني قلت هما ربما ما توفرت لهمش الفرص انهم يغادروا، احاول، وكل واحد ينجم وقتها يفلت من العقاب بالسجن، ما نتصورش انه يخلي روحه بين يدي بن علي. فبالتالي قلت نحاول محاوله، وحتى كيف حاولت محاوله هذه قالوا لي راهو يظهر لي الوقت تاخر، لانه اسمك نزل في نزل اسمي في المطارات وفي المناطق الحدوديه، وبالتالي انه خروجي يعني ربما يبوء بالفشل. فانا قلت ساحاول محاوله، إذا كان مسكوا بي وأنا بصدد المغادرة فعندي على الأقل شرف المحاولة، محاولة أن لا يقع الإمساك بي. أمك هذه المرأة هذه اللي قاعدة بحذاكم تحكي شنو بنتي أنا، وهذيك هي العزيزة وهي الكبيرة في الدار والكل كيك، وشنو مشيت لفرنسا. فبسرعة كنت تحصلت على جواز سفر اللي تسبب لي في مشكلة كبيرة من بعد، لأنه السيد الذي لا يعرفني أبداً
وربما هو توا يشوف فيا وكل مرة يجي في بالي نقول له نعتذر له ونطلب منه السماح للي تسببت فيه. السيد هذا مدير مركز الشرطة اللي كان طلع لي جواز سفر فقط لأنه أخته كانت صديقتي وأنا لا أعرفه أبدا ولم ألتقي به في يوم من الأيام. كان عاوني على أنه يطلع لي جواز السفر هذا، فمن بعد اتهموه بأنه طلع لي جواز سفر حتى يعاوني على الخروج وهو لا يعرفني أبدا ولم ألتقي به أبدا. وكلف ذلك أنه طرد من وظيفته وعنده 7 صغار، وبقي يعني بعدك بدل حياته واشتغل شغل آخر، وأصبح من بعد ذلك جواز السفر أصبح هذا الرجل عاطل عن العمل بعد أن كان مدير مركز شرطة وهو أب ل7 أطفال. أذكره مرة أخرى لنحييه لأني التقيت به فيما بعد، ويعني هو قال لي قدر الله وما شاء فعل. وأنا لما غادرت فيما بعد وصلتني أخبار من العائلة من عزله، ومش عزله فقط بالطبع، يعني هو هذا اتهم بأنه ساعد معارض على الفرار، يعني نكل به ويعني جرت فيه وقت اللي هو لا يعرفني أبدا ولم يلتقي بي يوما. إذن كان علي أن أرتب السفر بسرعة، فمن جديد يعني السفر في ذلك الوقت اللي مسافر عارف أنه لن يعود بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر. يعني احنا كانت عندنا تجربة محاكمة الإسلاميين في 81 وكانوا وقتها فيهم اللي لاجئين اللي من 81 ل 92 ما رجعوش لتونس، يعني نعرفوا احنا ايش معناها واحد يغادر فرارا من حكم جائر. فأصعب حاجة كانت ماذا يمكن أن تضع في حقيبة لبلد تغادره وقد لا تعود منه. شنو أهم حاجة عندك؟ تاخذ شوية تصاور، تاخذ لبسة تعز عليك، تاخذ شوية كتب تحبهم، تاخذ شوية أشرطة. ما تقدرش حتى باش تاخذ اللي تحب عليه لأنك ربما ستفتش في المطار وربما باش يوقفوك في المطار، فما يلزمكش تاخذ أي حاجة فيها شبهة. وكان الكتاب فيه شبهة والموسيقى فيها شبهة والأغاني الملتزمة فيها شبهة، فهذيك كلها يعني هذيك كلها أدلة إدانة لا يجب أنها تكون موجودة. حتى هذاك حرمنا من أنه الإنسان ياخذ جزء منه معه. تاخذ صور ليك في الجامعة لأخوتك كذا، العائلة ربما تقدر تاخذ لها صور، لكن حتى كي تاخذ صور لأصدقائك هذاك أكبر دليل على أنه عندهم علاقة بيك كمجرم، فبالتالي هم بحكم العدالة الموقرة في ذلك الوقت هم أيضا مجرمين. وبالتالي كي تجي تحسب في الحقيبة هذيك اللي لم تكن حمراء مرة أخرى هذه الحقيبة من جديد اللي لازمها نعدها للسفر، كان يجب أن أحمل فيها كل ما لا يمكن أن يكون فيه شبهة وما قل ودل. بشوي بشوي بدوا يفرقوا فينا، بشوي بشوي سهام فجأة معناها اللي هي تحاكمت، نسمع اللي هي معناها مطلوبة في القضاء، مطلوبة للأمن، محاكمة، وفجأة بين عشي وضحاها ومن ألطف الله إنها معناها تكون تسافر. فجأة تسافر في نهار وليلة، معناها كيفاش كنا معناها استوعبنا الحدث. في بعض الأحيان تكوني تقومي بالأحداث، تقومي بالأفعال، لكن أنت مش مستوعبة الحدث، يلزمك توصلي لنقطة معينة هي شنو الله أعلم، معناها يلزمها سهام تخرج، يلزمها تخرج يزينا من السجون. تعبنا بالحق، تعبنا حتى غادي كي كنا ساكنين كل مرة كانت تبشنا فوق ظهورنا، اللي يسمعوا فيه في التلفزة وكرينا عندهم كل مرة يجوا يقلقوهم، يجونا في الليل. في بعض الأحيان نبدو في الليل هازين تبشنا وكارين كاميون، وبعد ما دفعنا الكران نمشوا نتنططوا لمنطقة أخرى، بعد نمشوا لمنطقة أخرى، معناها كل مرة كنا نمشوا لمنطقة، وكانت الناس معناها تخاف. عندهم الحق، احنا قلنا معناها يخاف. بعدين مشت سهام معناها سافرت بين عشية وضحاها، كنا معناها حتى كي خرجنا مولات الدار اللي كريتنا وهي تسمع فينا تو نوجه لها التحية، اللي خرجنا وهي مسكينه تشوف لنا هي هازين الفاليز، قلنا لها ماشي للحمام اخي، مشينا هزينا سهام للمطار. نتذكر النهار اللي هزيناه للمطار كان نهار كبير برشا، هزينا سهام للمطار وفجأة يكون نهار ريح وبرد، ومعناها تدخل سهام الواحد نقولوا واحنا نتبعوا نقولوا لعل وعسى توقف معناها في المطار، كنا نتبعوا في الاحداث من بعيد. تدخل سهام بعد شويه يعيطون، بعد شويه تخرج هي والبوليس. خفنا قلنا صحيح هي نسيت الورقه معناها من ربطه، نسيتك الورقه اللي تتعمر. هاي قلنا الحمد لله، قلت لنا ما تخافوش راهو احنا قاعدين نراقبوا من بعيد. بعد ما دخلت معناها بقينا فجاه تعرفي الفول قداش تتاخر 4 سوايع
تصوري 4 سوايع الفول، معناها تصورك السسبانس وإحنا خايفين نقولوا يا ربي وقتاش تطلع معناها الطيارة، وما عندناش كيش باش نتصلوا بها معناها. وبعد 4 سوايع بعد تركب سهام وبعد نروحوا إحنا في الطريق نقولوا زعما كيف اعلنوا على انها صيد طياره مشت، قلنا ونفكروا نقولوا زعما سهام مشت زعما وصلت، ونبقوا نستنوا في التليفون ولين يجينا التليفون حصيل وعشنا معناها. وما حسيناش وقتاش حسينا بسهام مشت بالحق وفارقتنا وبعدت علينا بالحق وقت اللي روحنا. ولكن حتى الدموع يجب اخفائها، لان المسافر هذايا اللي قاعدين معه ناس شديدي البكاء واللي ملفت للنظر، فيجب ايضا حبس حتى الدمع على انها تخرج منك تسافر وانت فرحان، ويجب أن ترسم الضحك على شفايفك حتى لا يكون أمرك مريب أيها المسافر. وبالتالي هذيك لحظات السفر بالطبع كانت لحظات صعبة جدا، خاصة لحظات على إنسان قالوا له أنه اسمه موجود في الحدود وعلى الكمبيوتر، وبالتالي يعني إنسان ماشي ويقول يا نخرج يا ما نخرج، يعني وضعت أمري بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان في ذلك الوقت الخروج بالطبع تأخر الطائرة كالعادة، ولمعنى تأخر الطائرة وأنت تغادر ليس له نفس المعنى وأنت ذاهب في رحلة سفر. والكلام متاع تلك المرأة اللي تخرج علينا كل مرة باش تعلن الطيارة خارجة ولا داخلة ولا باش تقول فلان مطلوب يعني لأمر من الأمور رجاء الاتصال بالاستقبال، كان أي حرف تنطقه في البوق في المصدح تلك المرأة يثير في الرعب. حتى قدر الله وغادرت تونس. وكانت المحزن جدا اللي بقى لي الصورة اللي بقات عندي في مخيلتي ولا أنساها هي إقلاع الطائرة. لحظات إقلاع الطائرة يعني وانتي ما زلت تشوف في تونس والطائرة تصعد رويدا رويدا، تشوف بلادك شوية شوية شوية، اللحظة اللي الطيارة تكون فيها في السحاب وتنتقل إلى ما فوق السحاب وتختفي تماما المشهد متاع بلادك، ما عادش تشوفه بالكل وتكون خرجت وما عادش عندك في نظرك في عينك ما عادش حامل صورة بلادك. هذيك كانت لحظة قاسية جدا، كانت ساعات طويلة جدا، وكنا كل لحظة ولحظة نسألوا نقولوا خاصة خالتي نعيمة كانت على اتصال متواصل بنا، وكنا نحاولوا باش نعرفوا يعني اسكو سافرت ولا لا. أهم لحظة في خاطر خالتي حكيت يعني بالتفاصيل، ولكن بالنسبة لنا احنا أهم لحظة كانت هي لحظة اللي بابا الوالد طيش سماعة التليفون وقال راي صايي معناها راي مشهد. وقتها أنا كنت نتفرج على العائلة الكل، شفت بابا يبكي وكان بكاء مريرا، وشفت أمي معناها من الصدمة غير قادرة على البكاء بالمرة. فكنا احنا نحاول باش نخفوا عليها، وفي نفس الوقت معناها كان كل واحد فينا يحاول باش يتماسك، لأن كان سفر يعني لليلة أول ولا آخر، يعني لا كنا نعرفوا وين باش تقعد، لا كيفاش باش تعيش، لا قداش باش تقعد، لا قداش باش نقعد وما نشوفوهاش. أنا اللي نتذكر إني كانت مشاعرنا أقوى منا برشا، يعني كان غضب على الوضع في البلاد والنظام، كنا إحساس بالقهر، يعني قهر مرير، كان إحساس بالظلم، يعني غلب إحساسنا بالفرقة وبعدها هي علينا. أنا نتذكر اللي كان عمري تقريبا 14 سنة، كل واحد فينا ما عادش نجم يتحمل يشوف مش الألم متاع نفسه ولكن ألم الآخر. كنت كل مرة أنظر في عيني أمي ولا في عيني والدي ولا حتى في عيني الجيران والأقارب، كنت نشوف ألم فظيع معناه. فكان كل واحد فينا يلزم يكون قوي ويلزم يتحمل الألم اللي هو حاس بيه والألم اللي قاعد يشوف فيه في عينين كل واحد من العائلة. وقتها نتذكر دخلت لبيتي وهي كانت بيتي أنا وياها، وخذيت ستيلو وكتبت على الباب من تالي: وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني وانتهيت. ما نحكي لكمش معناها كيفاش هاك الموقع ذاك ما تصورش كيفاش حسيت به. معناها ما حسبت لربي العشرة نتاع الليل تكلمني تقول لي راني وصلت، ما راني وصلت. الوالد والوالدة فقط لما قلت لهم اللي أنا وصلت يعني في الهاتف فقط كان صوت بكاء.
فكأنهم كانوا حابسين الدمعة حتى لأنه فقط وقت اللي قلت لهم اللي أنا وصلت بالنسبة ليهم يعني أنا غدرت. بقينا نهار الليلة كاملة وإحنا نبكوا نتذكروا. بعدين كي معناها حتى كي قمنا في الصباح معناها بعد ما رقدنا قلنا لا لعل وعسى هذاك كان كابوس، يمكن يكون كابوس. فوقنا نفركسوا في البلايص كان نشوفوا اخي كان بالحق سهام راهي سافرت ما نعرفوش وقتاش معناها باش نشوفوها ولا وقتاش، خاصة انا حسيت في نفسي خاطر سهام كنت انا وياه كنا صحاب برشا مش صحاب خوات. انا ما نقولش اختي حتى الان ما نقولش بنت اختي نقول اختي سهام. معناها كلي حسيت رغم اختي الاخرى معناها اللي هي في سن سهام بالضبط معناها وكنا قراب ولكن لا مش كيف معناها ما عوضتنيش سهام. معناها بقينا في الفلوس تصوروا الفلوس احنا طلبه معناها وظروفنا يعلم بها ربي معناها نمشوا الفلوس اللي نلموها نمشوا نحطوها ونكلموا سهام في التليفون في التاكسيفون كان قبل. أقسمت أن أعود إلى بلدي يوم من الأيام يعني في عزة من أمري. نفسي أحلم نفسي أنام نفسي أتكلم أصرخ وأقول بس يا خسارة أصل العبارة ممنوع الكلام ممنوع الكلام ممنوع الكلام. نفسي أشيل عن الغلابة عن الغلابة عن أمي همان علشان تعيش وسط الديابة وسط الديابة ولا حتى يهمها. نفسي أشيل عن الغلابة عن الغلابة عن أمي همها علشان تعيش وسط الديابة وسط الديابة ولا حتى يهمها. أنا نفسي أشوفك يا أمي من تاني أنا نفسي أشوفك يا أمي من تاني وحشاني يا أمي والله والله وحشاني وحشاني يا أمي والله والله وحشاني يا سنيني يا حرماني غنوة حبي وجعاني يا سنيني يا حرماني يا غنوة حبي وجعاني. أنا من سنين قتلني الحنين والغرب أنا بحالي نفسي أعيش في دنيتي مش في دنيا حد تاني. نفسي ألاقي سكتي ليه يا دنيا مغلبة. نفسي أحلم نفسي أنام نفسي أتكلم ممنوع الكلام